كان عنده بعد تمت 40 جاء نزيف حاد. جاء نزيف استمر معاه شهر. مشينا الدكاترة كلهم لفيناهم، ما العلاج بدون له ما بيعمل حاجة. ما عمل حاجة ما وقف النزيف. مشينا الدكتور أخصائي بتاع نساء توليد، مشينا عملنا وجهة صوتية قال ريح نظيف ما في حاجة. ما عرف إنه النزيف ده طالع جاي من وين. يوم الخميس يوم 23 شهر 12 يوم 23 شهر 12 أنا كنت مسافر ورا كده، كان في الحولية بتاعت شيخ المسلم بشلة. مشيت ليها خليتها هي بعد صلاة الصبح، خليتها هي ولدها صاحي جنبها هي قاعدة. أنا ضربت عليه قالت لي جاني أبونا الشيخ عبد الله المكاشف. لقى ولدها ده قاعد سلم عليه ورفع وسلم عليه وخدتاه. وقال لها يا مودع علاجك الشكينيبة. تمشي شكينيبة وتشرب من الحفير بالنيمة الغربية، تشرب بقارورة بتاعت مازة ورقتها تكون فيها. والكلام ده قال لا تمشي يوم الجمعة. يوم الجمعة أنا لقيتني هناك في الشلة. قلت خلاص نمشي الجمعة الجاية. قبل ما نمشي يوم الأحد أنا جيت يوم الأحد حست لها بالتهاب وخنقة هنا. مشت قابلت الدكتور موسى الشيخ في العزازي. قابلته قالت لي قال لا عندي غدة. كتب لها ورشدت بتاع العلاج، قالت تمشي تصرف فيها. صرفت علي قالت لي يا اخي الدكتور موسى ده قال عندي غدة وصرف لي يهودا كتب لي ورشدت بتاع هندار القروش ب 70 جنيه. قلت لها خلاص بعد يجي. بالليل جاء ابونا الشيخ قال لا مصرف في العلاج تمشي الشكينيبة. جينا يوم الجمعة هو جيت انا يوم الاثنين، عدينا الاربعاء الخميس الجمعة جينا هنا الشكينيبة. جينا الكلام اللي قاله ابونا الشيخ كله نفذناه. شربنا اشتريت قارورة بتاعت ماذا ومصمطة سقيتها بيها. زرنا هنا البناية وزرنا ابواتنا كلهم وطلعنا رجعنا يوم السبت لحد يوم 1/1 مشينا لابونا شيخ مصعب. ابونا شيخ الطيب في بنقطة. ضرب عليه قال لي تجونا هناك. مشينا عدينا معاه هناك 20 يوم. بعد 20 يوم قال لنا خلاص تمشي العزاز. جينا العزاز يوم السبت الفات هو اللي فات ده دوره. جينا العزاز الساعة 1:30. الساعة 8 مسا جاء أبونا الشيخ قال لا بكرة العملية. قال لا بكرة الأحد العملية. أصبح الأحد الصباح بعد فطرنا زي الساعة 12 جاء أبونا الشيخ قال لا الضغط بتاعك نازل. الزبير قال لا في جيبه. قال لا الزبير في جيبه في 8 جنيه وانت عندك 10 جنيه، شيلي من امك 2000 عشان تجيبوا لي بين دريب وحاجات للعمليه. ثاني قال لا خلاص خليه اشرب لك بس مويه بتاعت ملح عشان ترفع الضغط. خدت لها مويه بتاعت ملح في كوبايه شربتها. جا راجعين كنا في بيت ابوها قدام لنا. جا راجعين بيتنا الساعه 2:15. انا خليت وضيت ومشيت المسجد الصلاه الساعة 2:15. خليت ولد ده معاه بالنهار. هاي 2:15 مشيت صليت وجيت البيت راجع الساعة 2:15. يعني فرت كلها منها 35 دقيقة. 2:15 جيت راجع البيت. جيت راجع البيت من الحوش برا شميت الديتول والبني وكده. جيت البيت خش جوا لقيتها مرضية على السرير والعملية معمولة لها. تمام. ما هي قالت للدكتور انا ما عندي حق العملية صح؟ لا ممكن المصباح قال ما قلت لها على الله المكاشفي؟ ده كلام تشغيل. قول. جيت سألتها قلت لها الحاصل شنو؟ قالت لي جاني ابونا الشيخ طلعت كده جاني ابونا الشيخ خاشي. قال اتفضل. قال لي صلي عشان العمليه ده العمليه كانت بعد الظهر. قال لي صليت الظهر وقال لها ولدك ده ما بيخلينا نعمل العمليه. هي في اللحظه دي خافت. قالت لها خلاص يا ابا نشيل الولد. هي قالت نشيل الولد زي ما بيجي ورايا. قال خلاص. قال لها نشيل قالت له نشيل الولد اوديه. قال لا قالت لسه بتجي رايا. الولد ده شاله ابونا الشيخ وودى لامه هناك. ما شاء الله. يا حبيبي. خلاص ودى لامه وجا راجع كم في اسمع فوق يا ساعة جاء خاشي راجع. جاء ابونا الشيخ وخاشي معاه الشيخ حمدان ودفع الله. خاشي معاه جاء خاشي معاه الشيخ حمدان ودفع الله. ما قال له خلاص. قال لا دعك فيه. قال له ده جدي حمدان. سأله قال له اهلك كيف؟
أسلوه كويسين. طلعوا فتيل فيه مادة ظهرية مسحبوه على الألم هنا اتجمعت الغدة في الآن في حاجة. عملوا العملية ومرقوا فتح الدولاب بتاعي، مرقوا جوته بتاع طبارق قالوا فيه بعد العملية. قالوا فيه أبونا الشيخ كان الدواء شيخ حمدان برضه قالوا فيه. ودي العملية. اليوم الثاني الغيار. ما شاء الله. الغيار نادت لي قالت لي طلع نازل ابونا الشيخ قال لا يغير. طلعت الجماعه كلهم برا، قفلت على الباب ببرا وانطلقت 10 دقائق. فتحت الباب انا ببرا دفرته وما يفتح معي. انتظرت ثاني 5 دقائق الباب فتح براو. فتح الباب خشيت جوا لقيت الشاش قاعد كله في الترابيزه وعمل لا لما قصدنا الشاشه والبطن واللزاق كله قاعد في الترابيزه. عمل له واحد جديد لحد الليله الصباح احنا ماشيين جاي اخرنا ده نجي بدري اخرنا هنا غيار ابونا الشيخ. الغيار ده غير الله الليله الصباح. ما يبكي خلاص خلاص أسمع أسمع خلاص يا قلنا أسمع يعني حمدان ده ودفع الله من يعني من المنة هذه عملية أنت وش شوية بداية لا تضيف هذه أستغير يعني خلاص يا اخوانا خلوها يا اخوانا ما الناس يشوفوها ما عليه مشوار الكتاب ولا يا جد فيها زيارة لا مجوزوها فيها زيارة لا هي شوف أبو سوا كذا الاثنين ابو كذا حاولوا لي وش العقيدة أقول الشيء ما قال فويش العقائد الفويد